السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى إعدادي الحلوين، إزيكم عاملين إيه؟ معاكم مس حنان الشحات. هناخد النهاردة الدرس الثاني من دروس الدراسات الاجتماعية. الدرس الثاني هيكلمنا عن خصائص سكان قارة أفريقيا. خصائص السكان دي يعني عبارة عن تركيب نوعي وعمري، التركيب الاقتصادي، التركيب اللغوي، الخصائص التعليمية، خصائص صحية، خصائص ثقافية. تعالوا بينا نشوف كل حاجة بالتحديد بتتكلم عن إيه. بداية لازم أن أكون عارفة إن خصائص السكان هي التي تحدد قوة أو ضعف القارة. يبقى بما تفسر أهمية خصائص السكان هقول تحدد قوة أو ضعف القارة. أول حاجة معانا التركيب النوعي والعمري. التركيب النوعي يعني بيوضح تصنيف السكان من حيث الذكور والإناث. في قارة أفريقيا في توازن نسبي، يعني تقريبا عدد الذكور وعدد الإناث قد بعض. لو عايزين التحديد هنلاقي الإناث أكتر ب0.5%، يعني هم قد بعض بس الإناث أكتر شوية صغيرين. التركيب النوعي والعمري بيكون متمثل على الهرم السكاني. هل يمس الذكور والإناث في كل دول أفريقيا قد بعض؟ لا، بيختلف نسب التركيب النوعي للسكان من دولة لأخرى. ليه؟ بما تفسر يختلف التركيب النوعي للسكان من دولة لأخرى بسبب الهجرة وبسبب ارتفاع معدل الوفيات. الهجرة طبعا الذكور هي اللي بتهاجر، والذكور وكمان بيرتفع معدل الوفيات ما بين الذكور بالتحديد. بعد كده نتكلم عن الفئات العمرية. معانا 3 فئات عمرية: صغار السن، فئة سن العمل، فئة كبار السن. من الهرم اللي احنا شايفينه ده، طبعا الهرم رسم بياني بيوضح توزيع السكان من حيث التركيب والنوع. من الهرم اللي احنا شايفينه ده اكتر جزء او اكتر فئة عمرية اللي بتبتدي من 15 لحد 64، اللي هي فئة سن العمل. دي فئة منتجة لكن عندها شوية مشاكل. المشاكل بتاعتها قلة فرص العمل ومشاكل بتتعلق بالتعليم والصحة. الفئة اللي بعد كده في الترتيب الفئة اللي من سن يوم لحد 14 سنة، فئة صغار السن. دي فئة غير منتجة وطبعا بتحتاج رعاية وتعليم. أقل فئة في الهرم الأفريقي فئة كبار السن، بتمثل 3% بس. يبقى أنا لما أجي كده أشوف الهرم السكاني لأفريقيا من القاعدة العريضة. ليه؟ زي ما خدنا قبل كده في 5 و6 بسبب ارتفاع معدل المواليد. الهرم السكاني بيتكون من 3 فئات عمرية. قاعدة الهرم فئة صغار السن اللي هي من كام؟ من 0 ل14، يعني من يوم ل14 سنة. ودي الفئة دي بتمثل 40% من السكان، يعني أكتر من تلت السكان. الفئة دي مرتفعة، عشان كده أفريقيا حاليا في مرحلة اسمها المرحلة الثانية من نظرية التحول الديموغرافي. يعني إيه تحول ديموغرافي يا مس؟ يعني تحول سكاني. التحول الديموغرافي عبارة عن 4 مراحل. المرحلة الأولى ارتفاع المواليد وارتفاع الوفيات. المرحلة الثانية اللي حاليا أفريقيا بتمر بيها بتتميز بارتفاع المواليد وانخفاض الوفيات. ومتوقع لما ينخفض عدد المواليد هتخش أفريقيا في المرحلة الثالثة من التحول الديموغرافي. قلنا الفئة اللي بعد كده فئة سن العمل اللي هي من 15 ل 64، والفئة دي نسبتها كبيرة جدا في أفريقيا. أكتر من نصف سكان قارة أفريقيا فئة سن العمل. لو احنا قدرنا نستثمر الفئة دي وعندنا مشاريع وعندنا فرص عمل، هيبقى عندنا نمو اقتصادي كبير في أفريقيا. لكن الفئة بتاعتنا دي بتواجه مشاكل، زي ما قلنا مشاكل في الصحة ومشاكل في التعليم وكمان قلة فرص العمل.
الفئة الثالثة من الهرم السكاني فئة كبار السن، قمة الهرم. يبقى قاعدة الهرم صغار السن، منتصف الهرم فئة سن العمل، كبار السن قمة الهرم السكاني. والفئة دي زي ما قلنا نسبتها قليلة خالص 3%، أقل من النسبة العالمية اللي هي 10%. يبقى كبار السن في أفريقيا أقل من النسبة العالمية. وكبار السن نسبتهم ممكن ترتفع بعد كده. ليه؟ إيه اللي يخلي كبار السن نسبتهم ترتفع يا ترى؟ بالظبط، سمع حد بيقول يا مس بسبب تحسن الرعاية الصحية. يبقى ممكن بعد كده نسبة كبار السن ترتفع في أفريقيا بسبب تحسن الرعاية الصحية. قصاد ارتفاع نسبة كبار السن هيحصل تناقص، يعني انخفاض في نسبة صغار السن بسبب برامج تنظيم الأسرة ورعاية صحة المرأة. كده أفريقيا لما هينخفض عدد صغار السن وينخفض عدد كبار الوفيات، مع زيادة عدد كبار السن هينخفض إيه؟ أيوه بالظبط، ينخفض الوفيات. هيحصل عندنا مرحلة تالتة من التحول الديموغرافي. المرحلة دي بتتميز بانخفاض معدلات كل من الوفيات والمواليد. يبقى لو أفريقيا انخفض فيها معدل المواليد، إيه اللي هيحصل؟ برافو، تدخل أفريقيا في المرحلة الثالثة من نظرية التحول الديموغرافي. بتتميز بإيه؟ انخفاض معدلات المواليد والوفيات. تعالوا نتكلم على التركيب الاقتصادي. اقتصادي يعني فرص عمل، يعني الناس بتشتغل في إيه؟ أفريقيا الناس بتشتغل بالزراعة والصناعة والتجارة والخدمات التعليمية والخدمات الصحية والسياحة والأمن. يبقى أفريقيا فيها تعدد للأنشطة الاقتصادية. تتعدد الأنشطة الاقتصادية في أفريقيا. على طول هقول حيث يعمل معظم سكان أفريقيا بالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات التعليمية والصحية والأمنية. قد إيه بيشتغلوا في الزراعة يا مس؟ نصف القوة العاملة، يعني 50% من فئة سن العمل بتشتغل في الزراعة، و13% في الصناعة، والباقي بيشتغلوا في الخدمات والتجارة والصحة والسياحة. لكن عندهم مشكلة كبيرة جدا اسمها مشكلة عمالة الأطفال. الأطفال الصغيرين اللي هم مثلا من 7 سنين كده لحد 14 سنة بيبتدوا يشتغلوا. أفريقيا بتشغل الأطفال ليه؟ عشان في فقر. بين كل 5 أطفال هلاقي طفل بيشتغل في الرعي أو الزراعة أو الصناعة أو الأعمال العسكرية. ليه يا مس بيشتغلوا؟ بيشتغلوا بسبب ارتفاع معدلات الفقر وعدم الاستقرار السياسي، وكمان انخفاض معدل التعليم يعني الأمية. يبقى بما تفسر ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في أفريقيا، أقول بسبب بالظبط ارتفاع معدلات الفقر، عدم الاستقرار السياسي، بسبب انخفاض معدل القيد بالتعليم. طب هل الدول الأفريقية مش هتحل المشكلة دي؟ لا، هتحلها. هتعمل إيه؟ هتعمل شوية قوانين. لكن الأول قبل ما أشوف القوانين لازم أنا أعرف إن أول دولة من حيث عمالة الأطفال عالميا وإفريقيا أرتريا، بعديها الصومال، بعديها الكونغو الديمقراطية. يبقى إريتريا، الصومال، الكونغو الديمقراطية. طب يا مس بيعملوا إيه عشان يحلوا المشكلة دي؟ أول حاجة، الاتحاد الإفريقي دي منظمة من المنظمات الإفريقية بتضم دول إفريقية كتيرة. الاتحاد الإفريقي وضع بعض الجهود عشان يحل مشكلة عمالة الأطفال. زي إيه؟ أول حاجة إقرار إلزامية التعليم الأساسي وتقديم خدمات لدعم الأطفال العاملين، يعني بيساعدوا الأطفال العاملين عشان يقدروا يتعلموا. تقديم برامج محو الأمية. وإيه كمان؟ والتوعية بمخاطر عمالة الأطفال.
كل دول جهود الاتحاد الإفريقي أو جهود الدول الإفريقية لمواجهة مشكلة عمالة الأطفال. لما نشوف بعد كده التركيب اللغوي. التركيب اللغوي يعني اللغات المنتشرة في أفريقيا. أفريقيا بتتميز بتنوع اللغات. تنوع اللغات ده بيؤدي إلى التنوع الثقافي. يبقى بما تفسر التنوع الثقافي في قارة أفريقيا بسبب تنوع اللغات. عندنا اللغة العربية، اللغة السواحلية، لغة الهوسة ولغة المندي، اللغة الإنجليزية، وكمان اللغة الفرنسية. دولت أشهر اللغات في أفريقيا. اللغة العربية منتشرة في شمال أفريقيا. ليه؟ بسبب انتشار الإسلام وهجرة القبائل العربية إلى شمال أفريقيا. اللغة السواحلية في شرق أفريقيا. لغة الهوسة ولغة المندي في غرب أفريقيا. اللغة الإنجليزية في جنوب أفريقيا. اللغة الفرنسية في دول غرب ووسط أفريقيا زي رواندا والكاميرون. ليه اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية منتشرين في أفريقيا بما تفسر؟ بسبب الاحتلال البريطاني والاحتلال الفرنسي. يبقى بما تفسر انتشار اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية في أفريقيا بسبب الاحتلال البريطاني والاحتلال الفرنسي. الخصائص التعليمية يعني التعليم. وكل اللي احنا عايزين نعرفه من الجدول ده إن أقل الدول التحاقا بالتعليم هي دول جنوب الصحراء الكبرى، وأعلى الدول هي دول شمال أفريقيا. يبقى أقل الدول في الالتحاق بالتعليم جنوب الصحراء الكبرى. أمال مين أكتر الدول الملتحقين بالتعليم؟ شمال أفريقيا. عندنا 3 دول تقريبا استوعبوا كل الأطفال اللي في مرحلة الابتدائي، زي مصر، تونس، جنوب أفريقيا. مصر وتونس وجنوب أفريقيا وصلوا إلى ما يقرب الاستيعاب الكامل، يعني كل التلاميذ في الابتدائي دخلوا المدارس. فين يا مس؟ في مصر وتونس وجنوب أفريقيا. عشان كده أحرزت مركزا متقدما في التعليم الابتدائي. إيه الدليل؟ استيعاب جميع التلاميذ في المرحلة الابتدائية. فين بالظبط؟ في مصر، في تونس، في جنوب أفريقيا. ما ننساش إن دول شمال أفريقيا هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان. دي دول جنوب أفريقيا. بعد كده بقية الدول بيطلق عليها دول جنوب الصحراء الكبرى. الخصائص الصحية. أنا بقدر أعرف الخصائص الصحية، الرعاية الصحية مرتفعة أو منخفضة في أي دولة من خلال معدل الممرضات ومعدل الأطباء. يعني عدد، معدل يعني عدد. عدد الأطباء وعدد الممرضات في دول شمال أفريقيا مرتفع شوي، أما في دول جنوب الصحراء الكبرى منخفض. يبقى الرعاية الصحية في دول جنوب الصحراء الكبرى مرتفعة ولا منخفضة؟ ها، منخفضة بشدة. منخفضة إيه؟ أيوة، بشدة. ده هيؤدي إلى انخفاض مستوى الخدمات الصحية بالقارة. يبقى الخدمات الصحية في القارة منخفضة ولا مرتفعة؟ منخفضة. بسبب إيه؟ بسبب انخفاض معدل الأطباء والممرضات. بسبب انخفاض معدل الأطباء والإيه؟ والممرضات. الرعاية الصحية لما انخفضت أدت إلى انتشار بعض الأمراض. يبقى ما النتائج المترتبة على انخفاض مستوى الخدمات الصحية بقارة أفريقيا؟ أقول أدى إلى انتشار بعض الأمراض. بما تفسر انتشار بعض الأمراض في أفريقيا بالظبط هقول أدى إلى، أقول بسبب انخفاض مستوى الخدمات الصحية. دلل على إيه؟ وجود عدة أمراض في أفريقيا أو انتشار الأمراض في أفريقيا. هقول الدليل: انتشار أمراض مثل مرض النوم اللي بينتقل عن طريق ذبابة اسمها تيسي تيسي، مرض الملاريا، مرض الإيدز اللي هو نقص مناعة،
مرض سوء التغذية، مرض السكري اللي هو السكر، أمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السرطان. ديت الأمراض اللي منتشرة في قارة أفريقيا. نشوف الخصائص الثقافية لسكان القارة، زي الفنون، زي الحرف التراثية، زي الملابس، الأكلات الشعبية، اللغات، العادات والتقاليد. كل دي خصائص ثقافية. ما ننساش إن إحنا قلنا بما تفسر التنوع الثقافي في أفريقيا بسبب تعدد اللغات. أول حاجة الفنون. الفنون مرتبطة بالطقوس الدينية، لأن الأفارقة كانوا بيستخدموا الرقص على أنغام الطبول كوسيلة للتقرب من المعبودات الإفريقية الأسطورية. وأسطورية يعني خيالية مش موجودة. الحرف التراثية، الشغل يعني، زي الفخار والخزف والجلود والمنسوجات، الأواني، الحلي، الأخشاب. دي أهم الحرف التراثية اللي بتعبر عن هوية القارة الإفريقية. وبعدين الأدب، القصص والروايات. أفريقيا بتمتلك تراث كبير جدا من الأدب، وصل بها للعالمية. يعني إيه العالمية؟ يعني بعض الأدباء والمبدعين فازوا بجائزة نوبل، زي ويلي سونيكا. ويلي سونيكا ده روائي نيجيري، يعني بيكتب روايات من نيجيريا. خد جائزة نوبل بسبب دفاعه عن الهوية الثقافية الأفريقية وحمايتها من تأثير الاستعمار، وهو أول كاتب يفوز بجائزة نوبل. الكاتب الثاني هو نجيب محفوظ، أديب مصري، كان بيتناول أو بيهتم بالقضايا الاجتماعية المصرية في القرن العشرين، عشان كده حصل على جائزة نوبل سنة 1988. يبقى مين الأدباء اللي حصلوا على جائزة نوبل؟ الأدباء اللي حصلوا على جائزة نوبل عندنا ويلي سونيكا، روائي نيجيري، وعندنا نجيب محفوظ، أديب مصري. ويلي سونيكا يا مس خد الجايزة دي ليه؟ خد الجايزة دي لأنه دافع عن الهوية الثقافية الأفريقية وقام بحمايتها من تأثير الاستعمار. نجيب محفوظ يا مس خد الجايزة دي ليه؟ لأن أعماله تناولت القضايا الاجتماعية المصرية في القرن العشرين. إفريقيا بتحاول حاليا تحافظ على التراث الثقافي بدعم ومساعدة من مصر. عملوا إيه؟ عملوا حاجة اسمها أجندة 2063، يعني حطوا خطط في الأجندة دي الهدف منها بناء هوية ثقافية قوية. كمان شعار قمة الأمم المتحدة أو قمة الاتحاد الأفريقي اللي بيقول الفنون والثقافة والتراث أدوات لبناء أفريقيا التي نريدها، وبيأكد على دور القوة الناعمة في حياة الشعوب. القوة الناعمة يعني الصحافة أو الثقافة. كمان مصر بتحاول تعزز يعني تقوي التعاون الثقافي مع دول أفريقيا من خلال تنظيم فعاليات متخصصة في الفنون الأفريقية، يعني بتنظم مهرجانات زي المهرجان العربي الإفريقي وزي مهرجان الطبول والفنون التراثية. احنا كده خلصنا الدرس، أتمنى يكون الدرس عجبكم وتستفيدوا منه وتفهموا منه. بس لازم عشان أأكد لنفسي إن أنا فهمت أحل كتير جدا. الحل الكتير هو السبيل للتفوق والتقدم. إذا عجبكم الشرح ما تنسوش لايك وشير للفيديو عشان كل زمايلكم يستفيدوا. بالتوفيق إن شاء الله.